لو نزلنا 145 كيلومتر جنوب القاهرة هنلاقي محافظة بتسمى بلؤلؤة الصعيد، والمحافظة دي تعتبر في شمال الصعيد. وفي سنة 1821 وبأمر من محمد علي باشا اتسمت باسمها الحالي اللي كلنا نعرفه. أهلا بيكم في بني سويف، وده أول فيديو في السلسلة الجديدة استكشاف اللي مش متشاف. والسلسلة دي هنزور فيها المحافظات والمدن اللي مش كتير مننا يعرف عنها حاجة، أو بمعنى آخر الأندرريتد بليسز. يا مساء الفل عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انتوا مش متعودين ان انا اطلع لكم بالمنظر ده وانا في الصحراء، بس ده لان انا رايح النهارده بني سويف. بني سويف محافظه انا بصراحه من زمان عايز ازورها، لان هي طبعا فيها واحد صاحبي وكده والكلام ده كله، فانا عايز ازوره. فهو عزمني على فرح اخوه، فقلت بالمره نروح ونجرب ونشوف. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وشير الفيديو في كل مكان، واهم حاجه فعلوا زر الجرس. ويلا بينا نستكشف بني سويف. ودلوقتي وصلنا بني سويف. وبني سويف الانطباعات الاوليه اللي انا واخدها عنهم بصراحه ان هم شعب لذيذ وطيب جدا. مش قادر اقول لكم الناس اللي معانا كانوا ناس لذيذه قد ايه وطيبين وعايزين يساعدوا اي خدمه وتقول لنا احنا نساعدك. مش لا، انطباعات اوليه زي الفل. فتعالوا دلوقتي عايزين نروح نتغدى عشان عندنا فرح بالليل، بس ايه، عايزين ناكل حاجه كده اللي احنا جعانين وما فطرناش ومجوعين نفسنا عشان ندوق اكل بني سويف الحلو. فيلا بينا نروح ناكل حاجه. دلوقتي المفروض ركبنا تاكسي والمفروض رايحين لوسط البلد او هنا الكورنيش. احنا دلوقتي ركبنا تاكسي وفي طريقنا للكورنيش. المفروض ان الكورنيش ده هيكون فيه مناطق مثلا مطاعم او حاجه ناكل منها او الكلام ده كله. وبرده الشعب لحد دلوقتي المدينه دي لذيذ جدا جدا جدا. يعني حتى بقول للاستاذ اللي معانا في التاكسي اصور وكده، قال لي عادي فيها ايه، مفيش مشكله. ناس لذيذه جدا جدا يعني. وصلنا للكورنيش، وبصراحه الكورنيش حلو قوي، حلو قوي يا جماعه بجد. يعني مرتب منظم، ما فيهوش زباله. الكورنيش نظيف، يعني في حاجات كده، في اماكن بيكون فيها مثلا حاجات مرميه على الارض او حاجه او الكلام ده كله، لا الكورنيش نظيف. الناس هنا زي ما قلت لكم فوق اللذاذه بشويه. التاكسي يا جماعه ب 17 جنيه هنا. انا اتخضيت، انا بقول له كام، يقول لي 17 جنيه ومكتوب على الازاز وبتاع. 17 جنيه ما عندناش الكلام ده في القاهره ليه؟ فلا، اي نعم المسافه ما كانتش كبيره بس المسافه حلوه يعني. بس 17 جنيه ده رقم حلو. دلوقتي احنا في رحله البحث عن تدوير على مطعم ناكل فيه، ومش عارفين ناكل ايه لحد دلوقتي. عايزين ناكل برجر، عايزين ناكل فرايد تشيكن، عايزين حاجه ناكل، احنا جعانين وعايزين مطعم حاجه نقعد فيها. فبصراحه المشوار كان طويل، حوالي ساعتين ونص ولا حاجه، والجو كان حر جدا. فاحنا دلوقتي بندور على مطعم نقعد فيه، وبنكلم واحد صاحبنا اللي هو اخو العريس، بنكلمه عشان نشوف هناكل فين، لان هو دلوقتي طبعا مشغول. اخو العريس انتوا عارفين يكون مشغول في يوم الفرح ده، فما ينفعش ان احنا نقلقه. بس طبعا احنا ناس رخمه وبنقلق اصحابنا عادي، مفيش مشاكل يعني. فخليكم معانا لحد ما نلاقي مطعم ناكل فيه. اللي عايز اقول لكم ان بني سويف لو فضلت زي اول انطباع كده لحد اخر اليوم، عايز اقول لكم ان بني سويف دي هتكون من المحافظه اللي فاقت توقعاتي، او محافظه من المحافظات اللي فاقت توقعاتي، لان بصراحه توقعاتي كانت اقل من كده. في تطور رهيب هنا جدا 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 يعني. وصلنا، كنا قعدنا في مطعم هناكل حاجه دلوقتي، مستنيين الاكل. مش قادر اقول لكم قد ايه مرهقين جدا، تعبانين، والجو حر جدا جدا جدا. استنى الاكل وناكل ونبدا نعمل ريفريش عشان ندخل الفرح. الاكل جه، ناكل عشان نخلص ونطلع على الفرح. عايزين نجرب هل هيكون طعمه حلو ولا لا. ان شاء الله ان شاء الله هيكون طعمه حلو، لان انا كده كده جعان، فانا مش هتفرق معايا اصلا. فناكل ونطلع الفرح على طول. يلا. كلنا، خلصنا اكل. الاكل كان تقريبا الاثنين بيتزا واثنين ميه واثنين بيبسي، 370 جنيه يعني. تقريبا مش مكملين كام، 306 دولار، مش مكملين تقريبا 7-8 دولار. فالاكل رخيص حلو قوي، لفردين يكفونا ويشبعونا قوي قوي. بس عايزين ننام دلوقتي. احنا في رحله البحث عن حد نكوي عنده القميص اللي انا هلبسه في الفرح، فخليكم معانا. والله احلى حاجه في البلد ان هي بصراحه هاديه قوي 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 بالليل. يعني تحس انه مفيش زحمه، مفيش زحمه القاهره، الدنيا رايقه حلوه، الناس لذيذه قوي بصراحه جدا يعني. بلد كانطباعات اوليه ودلوقتي لحد دلوقتي البلد تمام. بصراحه الحاجه الوحيده اللي ضايقتني لحد دلوقتي هو المطعم للاسف. المطعم كبير، فيه تكييف واحد وصغير، وكان في واحد قاعد على قدام التكييف بالظبط. التكييف طبعا مش جايب على اي حد يعني، مش عارف انت بتبص ليه؟ تقدر تقول هو مين؟ ظابط يعني. طبعا في المونتاج الكلام ده بيتشال. فيعني دي مشكله المطعم بصراحه اللي اكلنا عنده، انه التكييف عنده كان سيء جدا، واحنا كنا جايين من حر، وكنت عايز اشحن التليفون، وعارفين انتوا عايزين لحظه ريفرشمنت كده.
دي ما كانتش موجوده، بس هي دي لحد دلوقتي الحاجه اللي ما كانتش عجباني يعني. عايز اقول لكم ان احنا ماشيين في طرق غريبه، مش عارفين احنا بندخل فين ونطلع منين، وبنسال الناس مش عارفين، ومش لاقيين حد يكون قميص. ورحنا لواحد بعيد جدا قعدنا نتمشى بتاع حوالي ربع ساعه مش لاقيين مكواجي. دلوقتي احنا ماشيين ايه في شوارع كده تحسوا ان احنا من اهل البلد يعني. بصوا الشارع ورايا اصلا عامل ازاي. فاحنا عمالين دلوقتي بندور على اي مكواجي، ودلوقتي مفيش اي مكواجي عشان احنا النهارده الجمعه فبيكونوا قافلين. فاحنا في رحله تدوير عن مكواجي. لقيت محل هو مش بتاع مكوى، هو بتاع خياطه بس عنده مكوى. قلت له عايز اكوي، بتعرف؟ قال لي بتعرف تكوي كوي انت، فانا هكوي انا. اهم حاجه الخير يخلص بس عشان الفرح ما يخلصش. دلوقتي حصل معايا موقف اقسم بالله انا ما حصليش قبل كده تقريبا. انا بدور على مكواجي مش لاقي، والناس كلها قافله النهارده الجمعه. رحت للخياط اللي انا قلت لكم عليه ده، قال لي انا هدي لك مكوى تكوي انت، بس انت اللي هتكوي. قلت له ماشي مش مشكله. خدت المكوى كويت عند واحد جاره قدامه بتاع بدل، قعدت اكوي كتير، خدت كويت القميص كله. جيت عشان احاسبه والكلام ده كله، يقول لي لا طبعا مش هاخد منك حاجه. اقول له ازاي بس ومش ازاي؟ يقول لي والله ما هاخد منك حاجه، دي مكوى ده عادي. دلوقتي بقى احنا ما وراناش حاجه غير ان احنا نطلع على الفرح دايركت، وللاسف هنغير في الفندق كمان، فيلا بينا عشان ما نتاخر. موقف في قمه الضحك. انا واحد صاحبي كان مستني اللي هيحضر معايا، اللي جاي معايا من السفر، هياخد البدله من واحد صاحبنا هنا اللي هو اخو العريس. اخو العريس جاب له البدله من غير جزمه وهو مش معاه جزمه. مش عارفين نعمل ايه. انا عمال اضحك بس. ولسه في مصر مدن كتير تستحق الزيارة. لو حابب تشوف كل المدن دي وتتعرف على شعبها وثقافتها وأكلها، اعمل لي دلوقتي سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان تشوف كل رحلتي في مصر.